بيكم ومرحبا في عالم فيتامين دي. في هذا الفيديو هنتكلم عن فيتامين دي، عن كل حاجة فيه، وهتعرف حاجات مهمة جدا جدا، من ضمنها ان انت لو مش بتخس او ان انت عندك سمنة ممكن يكون بسبب فيتامين دي نقصه. لو انت مثلا عضلة قلبك تعبانة او عظمك تعبان ممكن يكون بسبب نقص فيتامين دي. لو انت اسنانك كمان تعبانة ممكن يكون بسبب نقص فيتامين دي. هتعرف حاجات مهمة جدا. حتى لو عندك اكتئاب ممكن يكون بسبب نقص فيتامين دي. فلو حابين ان انتوا تعرفوا كل الحاجات دي تابعوا الفيديو للاخر. اوكي، في هذا الفيديو هنتكلم عن اهمية فيتامين دي، مصادر فيتامين دي، نقص فيتامين دي، اعراض نقصه او ايه اللي بيحصل لما بيكون جسمنا مفيهوش الفيتامين دي المطلوب يعني او اللازم، واسباب اصلا نقص الفيتامين دي. فاول حاجه هنتكلم عنها هي اهميه فيتامين دي. لو شفتوني ببص كده عشان هنا في ورقه انا كاتبه فيها عشان ما انساش. اوكي، اول حاجه اهميته. اول حاجه هو مهم. اول حاجه هو مهم جدا 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 للعظم. احنا كلنا عارفين او كانوا بيقولوا لنا انه عظم يعني كالسيوم. يعني مثلا لو حد قال ان هو عنده هشاشة في العظم او انه عظمه تعبان، رجليه تعبانه، اي حاجه، هيقولك اشرب لبن كتير، كل كالسيوم كتير، خد سبلمنتس كالسيوم. مع ان اوقات بيكون الجسم اصلا فيه كالسيوم بس الجسم مش قادر ان هو يستخدمه او مش قادر ان هو يستنفع بيه، لان جسمك ما فيهوش فيتامين دي. فيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم. الكالسيوم الموجود في جسمك من غير فيتامين الكالسيوم الموجود في جسمك من غير فيتامين دي ملهوش اي اهميه، الجسم مش هيعرف يستنفع بيه. فان انت تعبان في عظمك مش معناها بس ان انت عندك نقص كالسيوم، ممكن يكون عندك نقص فيتامين دي. حاجه تانية كمان مهم جدا لعضله القلب. لما جت الدكتور بتاعتي تشرح لي، انا بدرس نيوتريشن، فلما جت الدكتور تشرح الفيتامين دي قالت ان احنا المفروض في اخر المحاضره اللي احنا خلاص درسنا فيتامين دي كله نعرف ايه علاقه فيتامين دي بالكورونا. اكتشفنا ايه بقى؟ اكتشفنا لما يكون حد كان عنده كورونا وبيروح المستشفى وكده كانوا بيدوله سبلمنتس الفيتامين دي. ليه يا ترى؟ علشان عضله القلب عشان تنقبض وتنبسط كان لازم يكون موجود في الجسم فيتامين دي. لو الجسم ما فيهوش عادي، لو الجسم ما فيهوش فيتامين دي عضلة القلب ممكن تنقبض وما تنبسطش او تنبسط وما تنقبضش، ففي جميع الاحوال دي حاجه صعبه جدا. فعلشان كده كانوا بيدوا للمريض فيتامين دي عشان خاطر عضله قلبه ما توقفش ويموت. كمان حاجه تانية مهمه جدا، لما حد بيجي ياخد سبلمنت يعني او سبلمنتس اللي هي عباره عن حبوب للفيتامينات او مكملات غذائيه يعني، بس يعني كيميكال مش طبيعيه، بيدوا فيتامين دي بيكون موجود معاها مغنيسيوم، مش بيتاخد فيتامين دي لوحده. فالمغنيسيوم ده ممكن نشرحه مره تانية خالص لوحده. بعديها هو مهم جدا للسنان. قلتلكوا من شويه في العظم ان العظم او الكالسيوم مرتبط بالفيتامين دي، وان السنان مهم جدا وجود الكالسيوم. فهكذا برضو لو انت جسمك موجود فيه الكالسيوم بس مفيهوش فيتامين دي كأن الكالسيوم ده ملهوش اي فايده، فالسنان كمان مش هتعرف ان هي تنتفع بيه. فده بالنسبة للسنان. حاجة تانية كمان الإرسال الإشارات العصبية. فيتامين دي مهم، مش فيتامين دي بس يعني هو المينرالز اللي بتساعد على إرسال الإشارات العصبية من المخ للجسم أو من الجسم للمخ. فعدم وجود فيتامين دي هيعملك مشكلة برضو، وبتخش الحتة دي شوية في حتة الاكتئاب. المناعة، مش فيتامين دي بس مهم للمناعة، معظم الفيتامينز ومعظم المينرالز اللي هي الفيتامينات والاملاح المعدنيه مهمين لمناعه الانسان، وهكذا برضو البروتين والكربوهيدرات والفاتس، كل حاجه مهمه للمناعه، وفيتامين دي مهم جدا 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 لمناعتك. كمان بيساعد على التخسيس. لما هاجي اشرح لكم احنا ازاي بنحصل على فيتامين دي هتعرفوا ازاي ان هو بيساعدكم على التخسيس. فدي اهميه فيتامين دي، مش كلها طبعا. كده المصادر. اوكي، عندنا 3 مصادر لفيتامين دي، عندنا المصادر النباتيه والمصادر الحيوانيه والمصادر الطبيعيه. الحيوانيه ده اسمه الارجو كلاسيفيرول، ده دي 2، والحيوانيه الدي 3 اللي هو الكولي كلاسيفيرول. ومصادر طبيعيه لما بس اقوى حاجه او اللي هو على طول بيتحول له اصلا في الجسم هو الدي 3 اللي هو المصادر الحيوانيه اللي هو الكولي كلاسيفيرول.
نحصل عليه من النبات زي يعني فاكهة او مش فاكهة يا الله، خضروات والحاجات دي. وبالنسبة للمصادر الحيوانية السمك زي مثلا السالمون، اللبن اي ثينك، الحاجات الحيوانية كلها. والطبيعية بقى هي دي اللي انا يعني فاجئتني شوية، دبانة ملهاش اي ستين في لازمة جاية معايا في الفيديو. احنا جسمنا فيه كوليسترول، فماذا يحدث يا ترى للكوليسترول ده؟ حضرتك لما بتتعرض للشمس ولأشعة الشمس الغير ضارة، ماذا يحدث؟ يحدث ان أشعة الشمس بتيجي على جلدك، فبتحلل الكوليسترول اسمه 7 دهيدروكوليسترول. ده لما بنتعرض لأشعة الشمس بيتحلل الكوليسترول للمركب ده، وبعديها بيتحول للفيتامين دي. عشان كده قلت ان هو نقص الفيتامين دي ممكن يسبب سمنة، لان انت هنا جسمك مش بيحلل الكوليسترول الموجود فيه. وعشان كده قلت لكم ان هما كانوا بيستخدموا السبلمنتس بتاعه الفيتامين دي عشان خاطر يخسسوا. ليه؟ لان انت هنا لما ما بتاخد الفيتامين دي فهو بيبدأ ان هو يحلل الكوليسترول اللي موجود في جسمك، فبالتالي ماذا يحدث يا ترى؟ اللي بيحدث ان انت بتخس. بعد كده بقى اعراض نقص الفيتامين دي. ازاي اعرف ان انا، او مش بس انا، طفلي كمان عنده نقص في الفيتامين دي؟ بالنسبه للاطفال اول حاجه الريكتس اللي هو الكساح. الاطفال اللي بيكونوا صغيرين يعني مولودين يعني حديث الولاده والحاجات دي، لو عندهم نقص الفيتامين دي هيكون، انا اسفه على عامل عملي زمر، هيكون عندهم كساح. لو كبار في السن هيكون عندهم هشاشه في العظام. وحاجه تانية كمان الدبريشن، الاكتئاب. اي حد بيكون عنده نقص فيتامين دي بيحس بخمول، وبيحس ان هو مش قادر يتحرك، وممكن كمان بيؤدي ده ان هو يبقى عنده اكتئاب. فطبعا ما بقولش ان لو انت عندك اكتئاب يبقى اكيد عندك نقص فيتامين دي، بس دي من ضمن الاعراض. يعني ممكن لو انت شفت مثلا اعراض كتيره جدا بتدل على ان مثلا عظمك بيوجعك، في حاجات كتير بتدل ان انت عندك نقص فيتامين دي، وجاي كمان عندك خمول او اكتئاب بيكون فيتامين دي. ومن دراستي وقرايتي للموضوع ده معظم الاحساس بالخمول بيكون بسبب نقص فيتامين دي، ما بيكونش عندك الطاقة ان انت تتحرك بسبب نقص فيتامين دي. وضعف عضلة القلب قلتها فوق ان هو لو مش موجود الفيتامين دي يعني قلبك عضلته هتبقى ضعيفة جدا، وممكن بعد الشر عن اي حد يسبب الوفاة. طب ايه هي بقى اصلا الاسباب اللي بتسبب نقص الفيتامين دي؟ في اسباب كتيره جدا بس انا لخصتها. ان يكون عندك فشل كلوي او كبدي. طبعا انا لخصت جدا جدا فيتامين دي، يعني مش ده اللي انا امتحنت فيه. فيتامين دي عشان يتم تخليقه بيبقى فيه شويه انزيمز او انزيمات موجوده في الليفر اللي هو الكبد، وفي الكدني اللي هي الكلى. فلو هما عندك فشل كلوي بعد الشر او فشل كبدي، مش هيتم تخليق او مش هيتحول المركب اللي هو مثلا ال7 دهيدروكوليسترول، مش هيتحول للكولي كلاسيفيرول. لو انت عندك فشل كلوي او كبدي مش هيتحول للمركب الفعال اللي جسمك بيبدأ ان هو يعني يستخدمه، او ان هو يستنفع منه. ولو انت عملت عملية تخسيس، عمليات التخسيس او التخسيس اصلا اللي مش صح بتسبب نقص الفيتامين دي. قلت عملية التخسيس. لو مش بنتعرض للشمس يا جماعة، اقول لكم حاجة مهمة جدا، فيتامين دي مش لازم يتاكل من الاكل. انا اكتشفت، او دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى علينا، انه الكوليسترول الموجود في جسمنا مهم جدا، مش عشان بس يتخنى، ده بيخلق فيتامين، وفيتامين مهم جدا. فانت لو مش بتتعرض للشمس جسمك مش هيخلق الفيتامين دي. يعني انتوا متخيلين ان انت لو بس تعرضت للشمس في يومك ومش بتكون لابس هدوم تقيلة قوي، واللهم صل سيدنا محمد، ومش حاطط سان سكرين 30 طبقة فوق بعضها، وجسمك يعني تعرض للأشعة الكويسة للشمس، هيستنفع بيها وهيحول الكوليسترول لفيتامين دي، وهيبقى كله تمام. يعني حتى لو انت اكلك مفيهوش فيتامين دي قشطه، هو هيتخلق برضو. فعدم تعرض الجسم للشمس بيسبب نقص فيتامين دي. والبشره الداكنه،
بص هقولكوا، لو انت اسمر شويه فده هيسبب ان مش على طول اشعه الشمس هتحول لك الكوليسترول للفيتامين دي، او انه نسبتك في التحويل مش زي نسبه الناس اللي بشرتها فاتحه. والسن، احنا كل ما بنكبر، كل لما التفاعلات في جسمنا او كل لما الاجهزه في جسمنا مش بتعمل زي ما كنا صغيرين، فانت لما تكبر في السن هنا ممكن جسمك كمان ما يقدرش ان هو يخلق فيتامين دي، فبتاخده سبلمنتس. بس بالنسبه لي انا كواحده بتدرس، بحس انه لو انت تغذيتك صح وجسمك سليم، حتى لو كبرت في السن هيعرف جسمك ان هو يخلق فيتامين دي. وكمان مش بشجع على انه من واحنا صغيرين ندي للجسم سبلمنتس للفيتامين دي الا لو دكتور قال الموضوع ده اولا. بلاش تاخدوا جماعه مكملات غذائيه من دماغكم، لا، يكون دكتور هو اللي كاتب لكم، وكاتب لكم كمان في انواع كتيره للسبلمنتس الفيتامين دي، فيكون كاتب لكم انهي نوع. وبحس بقى انه لو احنا حالتنا مش خطره فاحنا نحاول، خطره حالتنا مش خطر يعني، نحاول ان احنا نخلي عندنا فيتامين دي بالطريقه الطبيعيه مش بالسبلمنتس، عشان خاطر جسمنا بس ما يكسلش. وبس ده كان فيديو النهارده. احاول يا رب يعني احاول ايه، بس اتمنى يا رب ان هو يكون فاتكم. انا حاولت بقدر الامكان ان انا اديكم معلومات مهمه للفيتامين دي، عارفه ان هي ممكن تكون مش كل المعلومات، بس ده على قد ما انا تذكرت وعلى قد ما مش عايزه ادوشكم قوي بالموضوع. فيتامين دي مهمه جدا، كل الفيتامينات مهمه جدا، والمينرالز مهمه جدا، والكربوهيدرات وكل ده. هنحاول في الفيديوهات اللي جايه ان انا اقعد اكلمكم عن كل حاجه انا بدرسها، هكلمكم عن طرق تخسيس، هكلمكم عن دايت اللي هو البلان دايتس، او اسمها ايه يا ربي اللي بقطع، اسمه ايه، استنوا كده اسمه ايه، زي وجبات يعني للتخسيس، لو عايزين ننزل دهون، لو عايزين نتخن، كل الحاجات دي. فهحاول بقدر الامكان ان انا افيدكم. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. استنوا الفيديوهات التانية. باي باي.